اللي ميز نجاح ريكارد المدرب الهولندي لبرشلونة في ظل ظهور رونالدينيو وليونيل ميسي هو كيفية التعامل مع الشبان واللمسية. اليوم الشبان هم الأصل في برشلونة، الشبان هم المؤثرون. المهمة بقيت على تشافي كيف يتعامل مع هؤلاء الشبان. اليوم خروج ديمبيلي الكرت الوحيد الذي كان يستطيع به تشافي أن يضرب ولا يخاف. صراحة نبقى واقعيين، هو الكارت الوحيد اللي ممكن يحدث لك فرق في كل مباراة أكثر من 1000 مرة من غيره. فخروج ديمبيلي جعل تشافي يعتمد على اللمسية. لامين يامال موهبة خرافية، عبد الصمد الزلزولي موهبة خرافية، ملان مواهب خرافية قاعد تنتجها برشلونة. لكن الفرق انت ممكن كمدرب تهدم هاي الموهبة، ممكن تعطيها الثقة وممكن تدمرها، وممكن تفعل ملان فيها شغلات. لكن الفكرة والهدف انه كيفية التعامل مع هاي الموهبة، فيها تكسب من هاي الموهبة اقل اصابات، ازيد عطاء فكري ذهني وموهبة في ارض الملعب واهداف تسديدات الى اخره. كيف تتعامل مع هاي الموهبة، كيف تروض الموهبة، تعطيها احقيتها. صحيح انت بحاجة لتستفيد منها، ممكن هذا الشيء يؤدي للاصابات، وهون هدفنا من قصة المدرب ادخال فكر المدرب على اللعيبة وكيفية التعامل كما فعل ريكارد مع رونالدينيو، بالاخص مع ميسي والشبان الجداد تشافي وانيستا لما طلعوا على الفريق الاول. هذا بالتماما لازم يكرر مع لامين يامال كما فعل ريكارد مع ميسي وكما فعلت الإدارة سابقا مع ميسي. سوف يفعلون هذا الشيء. بشوف انه من الاساس ومن اللا منطق تعتمد على لامين يامال في كل المباريات، تعطيه الثقة والى اخره، تعطيه مجال للاصابات، تعطيه مجال للضغط النفسي والعقلي. لا تحمله فوق طاقته، بالعكس اعطيه يلعب ل 20 دقيقة دائما، دخله تدريجيا، اعطيه مباراتين اساسي في كل فترة. حمل اللاعب فوق طاقته، اللاعب بعد يحتاج الى تطور بدني وذهني خرافي. نعطي عبد الصمد الزلزولي منطقيا ازيد وقت بسبب قوته الجسمانيه وبسبب انه لعب وغير ولعب بفرق ثانيه، فلازم يكون الاشي مدروس ومتكتك. نتامل اليوم في اول امتحان خارجي لبرشلونه امام ختافي ان ينجح تشافي، بالاخص انه ختافي دائما هو الفريق عثره لتشافي برشلونه، وبالاخص يجب عليه ان يثبت ان الشبان قادرين على ان يحدثوا الفرق، خاصه بعد فوز ريال مدريد البارحه على بلباو. ختافي دائما العائق لبرشلونه بشكل عام. توقعاتي للمباراه لو بدنا نرجع للارشيف ما بين الفريقين حتروح على التعادل. مرات ختافي كان يفاجئ بالفوز، لكن في حال تألق تشافي وإدارة المباراة كانت سليمة وإدخال الشبان بطريقة خرافية مع عدم قدوم نيمار الآن الشيء مش واضح 100%. اتوقع تشافي راح يقدر يسيطر ويفوز بفارق هدفين على ختافي في حاله لما يتلقى في الشوط الاول اهداف. اما تشافي يدير المباراه صح وما يعطينا مباريات سيئه زي الموسم اللي قبل بسبب اختياره للاعبين، وهو كان عنده خيارات متاحه ازيد. لا نحكم على المباراه الاولى بسبب ايضا انه كل اللاعبين مش مسجلين ونيمار بعده مش قادم. مجبور يكون هنالك بديل لديمبلي، مجبور يكون هنالك بديل لديمبلي لا يخاف المباريات الكبيرة ويظهر في المباريات الكبيرة، وعدم الاعتماد على الصغار في المباريات الكبيرة بشكل أساسي دائما، لأنه هذا الشيء ممكن يدمرهم نفسيا ومعنويا ورياضيا. السلام عليكم.